السلام عليكم واهلا بيكم في اول حلقه من ديف ابس رادار يوم الاثنين، الفقره اللي بنناقش فيها احدث الاخبار والترندات في عالم الديف ابس. موضوعنا النهارده ترند طازه الكل بيتكلم عنه عالميا، حاجه اسمها بلاتفورم انجينيرنج او هندسه المنصات. يمكن البعض منكم سمع الكلمه دي وبيقول يعني ايه بالظبط، وهل ده هيحل محل الديف ابس ولا ايه القصه؟ ما تقلقش، هناخد جولة سريعة نشرح بيها المفهوم ده، ليه بقى ترند سخن في 2024 و2025 وازاي بيأثر على شغلنا احنا كمهندسين ديفوبس. تعال نبدأ بالتعريف، يعني ايه بلاتفورم انجينيرنج؟ ببساطة بلاتفورم انجينيرنج هو ان شركة كبيرة بدل ما كل فريق تطوير عندها يبني البيئة وادوات الديف اوبس لنفسه، تشكل فريق خاص جوه الشركة يبني منصة داخلية موحدة أو ما يسمى بالانترنال ديفلوبر بلاتفورم. ده بيبقى لجميع فرق التطوير. الفريق ده بيصمم حلول وأدوات ريوزبل يقدر المطورين يستخدموها بسهولة كخدمة ذاتية أو سيلف سيرفيس. الهدف إن المطور يلاقي بيئة جاهزة وشبه أوتوماتيكية يشتغل عليها، مش يقعد بقى يكون السي اي سي دي من الصفر كل مرة. فبلاتفورم انجينيرنج يعتبر تخصص بيركز على بناء منتج داخلي لبقية المطورين في الشركة علشان ينجزوا أسرع وبشكل موحد. ممكن نقول إن ده تطور طبيعي لمنهجية ديف أوبس في الشركات الضخمة. بدل ما المهندس يفضل يطفي حرايق لكل فريق على حدة، المنصة الداخلية بتحل مشاكل شائعة بشكل مركزي. طب يا ترى ليه الترند ده طلع دلوقتي؟ في أسباب كتير، بس أهمها إن الشركات الكبيرة واجهت مشاكل مع توسع تطبيق الديف أوبس. لما يبقى عندك عشرات الفرق او التيمز وكل فرقه بتستخدم ادوات مختلفه، الدنيا بتتلخبط. البلاتفورم انجينيرنج جه كحل ينظم الدنيا ويقلل الحمل الذهني على المطورين. حسب تقرير حديث من جارتنر، بحلول 2026 حوالي 80% من مؤسسات تطوير البرمجيات هيكون عندها فرق بلاتفورم انجينيرنج داخليه بتقدم خدمات وادوات للمطورين. الرقم ده ضخم ويورينا قد ايه الاتجاه بيتبناه عدد كبير من الشركات بسرعه. طب ليه؟ بيقولوا الشركات لقت مكاسب واضحة. المنصة الداخلية بتسرع تقديم القيمة للبزنس، بتقلل التشتيت بسبب تعدد الادوات، وبتخلي عمليات التطوير والاداره اكثر كفاءه. في احصائيه ظريفه بتوضح دوافع الشعبيه المتزايده للبلاتفورم انجينيرنج. رفع انتاجيه المطورين كان السبب رقم واحد بنسبه كبيره، يعني الناس عايزه المطور يركز في الكود بدل ما يلف يدور على البيئات والادوات. تحسين وتسريع السي اي سي دي كمان سبب اساسي، ان يكون عندك فريق يخصص جهده يبني خطوط نشر مستدامه وسريعه لكل المشاريع. توحيد الادوات والعمليات برضه، بدل ما كل تيم يستخدم اداه مختلفه يوحدوا المنصه علشان كله يمشي على ستاندرد واحد. المنصة الداخلية ممكن تفرض قواعد سيكيورتي موحدة من البداية بكل مشروع، وكمان تسهيل إدارة البنية التحتية بالكود عن طريق تطبيق Infrastructure as Code. يبقى الصورة واضحة، المنصات الداخلية بتعالج عيوب ظهرت مع توسع الديف أوبس، خصوصا فوضى الأدوات أو ما يسمى بالتول سبرول، وعدم وجود معايير موحدة لما الشركة كبرت. فبدل ما كل فريق يمشي بطرق مختلفة، الفريق المسؤول عن البلاتفورم بيبني طريق سريع موحد يمشوا عليه كلهم، وده بيخلي التجربة أسلس للمطورين وبيقدم خدمة داخلية تخليهم يطلعوا منتجاتهم أسرع. طيب سؤال بيطرح نفسه، هل البلاتفورم انجينيرنج هياخد مكان الديف اوبس؟ في مقولة بدأت تظهر إن البلاتفورم انجينيرنج هو الديف اوبس الجديد. الحقيقة هي مش بالبساطة دي. بلاتفورم انجينيرنج مش بديل لثقافة الديف اوبس، ولكنه يعتبر امتداد ليها. يعني إيه؟ يعني المنصة الداخلية دي لسه بتطبق مبادئ الديف اوبس، اوتوميشن، تكامل مستمر، تعاون ما بين الفرق، لكن بتعمل ابستراكشن لجزء كبير من التعقيدات. مهندسين الديف اوبس التقليديين دورهم بيتغير شويه. في شركات كبيره بدل ما كل فريق عنده مهندس ديف اوبس خاص، ممكن يتجمعوا في منصه مركزيه ويشتغلوا كبلاتفورم انجينيرز يصمموا انظمه تخدم الكل. في شركات صغيره او متوسطه يمكن لسه دور مهندس الديف اوبس التقليدي زي ما هو، بيعمل كل حاجه هاندز اون لكل فريق. لكن مع الحجم الكبير ظهرت حاجه، ان هيكل الديف اوبس نفسه يتنظم. فبلاتفورم انجينيرنج بيعتبر تركيز اختصاصي ضمن منظومه الديف اوبس. وفعلا تقارير حاله الديف اوبس او ذا ستيت اوف ديف اوبس سنه 2024 كلها بتتكلم عن التحول ده كبدايه مرحله جديده. حتى فوربس كتب ان كتير من الفرق بقت تسمي نفسها بلاتفورم تيم بدل ما تقول ديف اوبس تيم، علشان التاكيد على فكره المنتج الداخلي. من الفوائد زي ما قلنا، انتاجيه اعلى، سرعه في التطوير، توحيد المعايير، وتعزيز الامان والحوكمه. المنصه الداخليه بتوفر تجربه مطور شبه ذاتيه الخدمه. عايز ترفع تطبيق جديد، بدوس الزرار تلاقي البيئه جاهزه مع سي اي سي دي وكوبرنيتس كلاستر جاهز. ده بيشيل عبء كبير من على المطورين انهم يركزوا في كتابه الكود اللي يضيف قيمه فعليه. شركات زي نتفليكس وجوجل كانت من الاوائل اللي طبقت مفهوم المنصات الداخليه للمطورين، وكتير بيقلد النهج ده دلوقتي. انما برضه وزي مع اي تكنولوجي جديده، مش كل حاجه بتكون ورديه. بلاتفورم انجينيرنج مش مناسب لكل حد. لو الشركه صغيره، وجود فريق منصه ممكن يبقى اوفر كيل وتعقيد زياده ملوش لازمه.
كمان بناء منصة داخلية قوية بياخد وقت ومجهود وتكلفة مش بسيطة، فلازم يكون في كوميتمنت من الإدارة العليا. في تحدي تاني لما نعتمد تماما على منصة داخلية، ساعات ده بيخلي الفرق معتمدة كليا عليها، فلو المنصة حصل فيها مشكلة أو الفريق اللي شغال عليها اتأخر ده ممكن يعرقل الكل. ده غير إن لازم يفضلوا يحدثوا المنصة باستمرار علشان تواكب الأدوات الجديدة، مهمة مش سهلة. واخيرا نجاح بلاتفورم انجينيرنج مرتبط جدا بثقافه الشركه، لازم يفضل في تعاون وثقه بين فريق المنصه وباقي الفرق، والا هترجع ريما لعادتها القديمه وتلاقي البلاتفورم تيم شغال في جزيره منعزله عن بقيه المطورين، وده طبعا عكس الهدف الاساسي. لو انت شغال في شركه كبيره نسبيا او بتتعامل مع بنيه تحتيه معقده، غالبا هتقابل مفهوم البلاتفورم انجينيرنج قريب. ممكن تلاقي مسماك الوظيفي بيتغير لبلاتفورم انجينير او حتى سايت ريلايبيليتي انجينير SRE مع دور مشابه. المهم انك تكتسب مهارات تصميم انظمه اكبر من مجرد سكريبتات CI/CD صغيره. ركز على فهم عميق لادوات زي تيرافورم، كوبرنيتس، ادوات الاوبزرفابيلتي، لان المنصات دي غالبا بتتبني حواليهم. وكمان خليك عارف شويه عن تجربه المطور او الديفلوبر اكسبيرينس او اختصارا DX، ازاي تخلي حياه المطورين اسهل عبر المنصه. ده توجه بقى مهم جدا، ان مهندس الديف ابس او البلاتفورم يفكر بعقليه العميل بتاعي هو المطور اللي جوه شركتي. كمان الترند ده بيأكد على نقطة إن الديف أوبس لسه بيتطور ومش ثابت. من كام سنة كان الكلام كله على CI/CD والأوتوميتد تيستنج، دلوقتي بنسمع بلاتفورم انجينيرنج وجيت أوبس وديف ساك أوبس وهلم جرة. فاللي شغال في المجال لازم يكون فضولي ومتابع الجديد أول بأول. في 2025 مثلا بنشوف كمان دخول الذكاء الاصطناعي في أدوات الديف أوبس، يمكن في الحلقة الجاية إن شاء الله نتكلم عن حاجة زي دي. باختصار منهجية الديف أوبس بتاعة التعاون والأتمتة مستمرة، ولكن الأدوار والأدوات حواليها بتتغير مع نمو احتياجات المؤسسات. بلاتفورم انجينيرنج واحدة من التغييرات دي. فباختصار ظهور بلاتفورم انجينيرنج كترند ساخن هو دلالة على نضج مجال الديف أوبس. لما الكبار زي جارتنر يتوقعوا 80% من الشركات تعمل فرق منصات داخلية خلال 2-3 تعرف إن فعلا الاتجاه ده مش موضة وهتنتهي، ده غالبا هيبقى معيار قياسي للشركات الضخمة. طبعا مش كل شركه هتحتاجه، الشركات الاصغر يمكن تفضل الديف اوبس التقليدي المرن، لكن المهم ان احنا كمهندسين نفهم المصطلح ده ونواكب المفاهيم الجديده. يمكن يكون دورك الحالي محتاج يتاقلم مع وجود بلاتفورم تيم في شركتك، او يمكن انت بنفسك تنضم للفريق ده لو عندك الشغف تبني انظمه تخدم زمايلك المطورين. في الحالتين ده مجال جديد ممكن يفتح لك فرص تطور مهني كبيره. في ديف أوبس رادار حبينا ننور لكم المؤشر ده نحو الترند ده. المره الجايه ان شاء الله هنشارك خبر او ترند جديد بيأثر على مجتمع الديف أوبس. لو عندكم اقتراحات لحاجات عايزيننا نغطيها ابعتوا لنا كومنتاتكم، ونشوفكم الاسبوع الجاي ان شاء الله، ورادارنا شغال يرصد كل جديد. سلام عليكم.